السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا ريت كده لو اول مرة تشوفوني. انا دودو، مطبخ كل يوم جديد مع دودو. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. بالله عليكم بالله عليكم اللايكات، بالله عليكم، لان انا عندي الفيديوهات واقعة خالص. يا ريت لو اتشجعتي معايا، بالله عليكي دعميني وقولي لي رايك كده في القناه، وقولي لي الروتينات عامله ايه وكده ويعني وبتعجبكم ولا لا. وقولوا رايكم، يعني اي حاجه، بس اعملوا كومنت حلو كده. عشان كده احس كده اللي انتوا متفاعلين معايا. النهارده ان شاء الله هعمل تنظيف عميق للريسبشن. الريسبشن عندي انا حاطه في انتريه، مش صالون ولا ركن، هو انتريه. فهبدأ كده الاول بالستاير. انا كده هبدأ انزل الستاير. اول ما تيجي تبدأي في اي اوضه انت عايزه تعملي فيها تنظيف عميق، ابدأي من فوق لتحت زي ما بيقولوا. ليه بقى؟ طبعا لان الحاجه بتبقى من فوق مطربه. تمام. انت لو نضفتي مثلا، يعني نضفتي من تحت وكنستي مثلا اللي هو الارضيه ومش عارفه ايه وكده، هتيجي بقى تبداي من فوق. اللي انت نضفتيه هيتوسخ تاني معاكي خالص. تمام. اول ما تيجي تبداي في اي حاجه تبداي من فوق لتحت، لان التراب كله هينزل على تحت. يبقى انت كده ما خسرتيش حاجه وما تعبتيش ونظمتي نفسك. انا بدات الاول حاجه بتنزل كده، نزلت الستاير العاديه. ده بقى البرقع، زي ما انتوا شايفين كده عليه كميه تراب رهيبه. معلش بقى انا واقفه على السلم اصلا وبصور كده بايد وبنفض كده بايد. بصوا التراب، هتلاقوا بقى كده معلش كده المنظر بتاع التراب ده، لان انا اصلا يعني بنضفه كتير، بس هو بيلم عندي البرقع ده، بيلم تراب بكميه رهيبه يعني. جبت بقى كده طبق، حطيت فيه كده اي قماش عندك، دي كده فوطة قديمة، وحطيت فيها مية وفيها شوية اومو كده صغيرين، اي مسحوق غسيل عندك. وهبدأ كده اجيب الفوطة وامشي كده على الستارة بتاع البرقع. دي احسن طريقة انا توصلت ليها. برضو انا معلش يعني لو مش واضح معاكي، زي ما انا بشوف زي ما انتوا شايفين كده، لان انا بس بعد الكاميرا عني. فانتوا طبعا انتوا وصلكوا الفكرة، يعني وصلك المعلومة. بتجيبي الفوطة كده وتبليها مية وتعصريها نص عصرة، وتبدأي بقى تمشي كده على الستارة بتاع البرقع. هتلاقي عندك القماشة طلعت التراب. بصوا كده القماشة، يعني هتلاقيها ملامحها كلها اتغيرت. في ناس كتير يعني ما تعرفش طريقة تنظيف البرقع دي. انا كنت الاول بصراحة بجيب خرطوم كده مية وامسك بقى كده الخرطوم واغرق كده الستارة، بس الدنيا عندي كانت بتتبهدل، لان طبعا بزق الانتريه كله خالص، وبسلط بقى كده الخرطوم المية على البرقع، فبلاقي الدنيا عندي اتملت مية، وبصراحة بيبقى بهدلة. فالطريقة دي كويسة جدا وحاجة نظيفة. بصوا كده مطرح كده القماشة اللي انا الستارة مبلولة مية اهي. طبعا الفرق واضح من اول الفيديو ودلوقتي، نضفت معايا خالص. بصوا كده القماشة بقى لونها عامل ازاي، بصوا كده. والمية طبعا يعني اتبهدلت خالص. بعد بقى كده اما خلصت الستاير، هبدأ بقى كده احط الستاير كده معايا في الغسالة. انا هغسلها بقى كده، يعني اعلق على الغسالة كده جنبي على ما اروق بقية الأوضة. تمام كده. برضو دي من اساسيات التنظيم. هعمل بقى درجة الحرارة على الأربعة دي درجة، يعني على حسب غسالتك، يعني تعملي درجة حرارة ال الغسالة على درجة حرارة مش عالية قوي عشان ما تبوظلكيش الستاير. وحاولي تعمليها على برنامج القماش او الملابس الصوفية. تمام. الملابس الصوفية هو ما بيعصرش قوي الحاجة، لان انت لو عصرتي الستاير قوي او كده فممكن تتبهدل معاكي. اي نوع ستاير ممكن يتبهدل معاكي في الغسالة. فانا بعمله على برنامج الملابس الصوفية، بيطلع كده الغسيل كده مش معصور قوي معايا ومش مكرمش، عشان الستارة ما تكرمش معايا. تمام. هبدأ بقى كده
بعد ما خلصت الستاير هبدأ اشيل الكسوة بتاع الانتريه. شلتها بقى كلها. كسوة الانتريه عندي لونها غامق اهو كده. الستاير طلعت اهي. عايزه اوريكم، بصوا منديه، مش الغساله مش عصرها قوي، اما بتعصرها قوي كده ممكن تكرمش معايا. لا انا عايزه ال الستاير مش معصوره قوي، يا دوبك منديه كده عشان ما تكرمش معايا. تمام. انا نشرتها اهو. حطيت بقى كده الشلت كده بتاع الانتريه في الشمس كده شويه. قلت انتهز بقى كده ايه، يعني هو الشمس دي بتيجي ساعة واحدة في اليوم، فقلت انتهز كده الفرصة واحط الشلت بتاع الانتريه في الشمس كده قبل ما الدنيا تغيم معايا. حطيت بقى برضو بقيت الكسوة، يعني طبعا الكسوة بتاع الانتريه كتير، لان الكنبة عندي يعني 6 كراسي، فطبعا كل حاجة ليها فانا قسمت بقى كده الغسالة، قسمت كده الكسوة على مرتين، هغسلها على مرتين. تمام كده. هبدأ بقى بعد ما شلت الكسوة ودخلتها الغسالة، وحطيت كده الشلت في الشمس شوية شمستها ودخلتها على طول برضو عشان لقيت الدنيا غيمت. هبدأ بقى اكنس من تحت الكراسي. انا عايزه اغير نظام الانتريه عندي. انا كنت حاطه في دخلة الانتريه كنبه اللي بتاخد 2، والكنبه التانية اللي بتاخد 3 دي في الوش التاني. فانا عايزه كده اغير النظام، لان ايه، الكنبه اتبهدلت عندي خالص، لان يعني معظم الضيوف او اي حد بيجي عندي فبيقعد على، يعني مش بينتشروا، يعني بيقعدوا على اول الكنبه اللي في دخلة الانتريه على طول. فالكنبه دي لقيتها بقى يعني ايه هتتبهدل، فقلت ايه اغير كده النظام بتاع الانتريه بتاعي. كنست كده من تحت الكنبة دي اللي انا قلتلكوا اللي هي اللي اتبهدلت دي، ودي الكنبة دي اللي هي كرسي واحد كانت جنبها برضو، قلت اشيلها واكنس من تحتها عشان يبقى كله نضيف نضيف يعني. تمام كده. وحاولوا بقى كده اللي لسه منضفتش كده عملتش تنظيفات كده الشتاء تبدأ تعملها. المفروض الروتين ده انا بعمله كل شهر. تمام. كل شهر بغير كسوة الانتريه. اما الستاير بصراحة لا، مش كل شهر. الستاير بعملها في دخلة الصيف ودخلة الشتاء، ومرة في النص كده مثلا في الأعياد. يعني مش على طول الستاير، يعني مش بغسلها على طول قوي يعني مش على طول السنة، لا مثلا دخلت الصيف دخلت الشتاء، في الأعياد قبل رمضان. أما الكسوة بتاع الأنتريه فعشان احنا قعدتنا كلها في الأنتريه وكده والتلفزيون، فطبعا الكسوة دي أنا بغيرها كل شهر، بشيل كل الكسوة بغسلها كلها وافرشها تاني. ده روتين شهري عندي. هشيل بقى الكنبه اللي انا قلت لكم اللي ورا دي اللي هي بتاخد 3، اللي هي 3 اجزاء، اكبر كنبه في الانتريه. دي هجيبها مكان التانية وادخل دي مكانها. فبرضو الكنبه البعيد دي عايزه اكنس كده من تحتها، لان انا كل ما باجي اغير الكسوه بتاع الانتريه مش بكنس من تحتهم، يعني مش بزقها كده واكنس من تحتها. هي طبعا نضيفه زي ما انتم شايفين، يعني انا ايدي فيها على طول، بس يعني ما غيرتش النظام. ف فانا بقى قلت بدل هغير نظام بقى لا، اكنس بقى من تحتهم بقى واعمل لهم كده تنظيف عميق وهمسحهم برضو. تمام. بس انا مش هخلص الفيديو مش هخلص فيديو التنظيف كله معاكم النهارده والمسح وكده، لان هيطول معايا جدا. يعني انا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. دي بقى السلوك بتاع التلفزيون، لان انا الدش عندي في البلكونه، فواخدين بقى كده السلوك من الطبق في البلكونه وموصلينها للترابيزه اللي هي بتاع التلفزيون دي. فحطها بقى على الارض، لان هو بصراحه شكله مبقاش حلو خالص اما بيبقى متعلق. فانا حاطاه كده على الارض وحطه تحت الكنبه، يعني ايه عشان مش بيبان. فكرت بصراحة اعمل له حاجة كده للسلوك دي، بس ان شاء الله افكر لها كده فكرة
عشان اشيلها من على الارض، لانها برضو من المسح وكده بيجي عليها مية فبتتبهدل. خلاص كده كنست من تحتها. اجيب بقى الكنبة اهي مكان التانية. انا بقى بعمل لوحدي كده، وكنب معايا تقيل جدا 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 يعني، تقيل خالص. خلاص كده انا جبتها. دي في دخلة الانتريه عندي، والصغيرة بقى اللي كانت مكانها دي حطيتها مكان الكبير. في الوقت ده برضو الغسالة كانت فصلت، ونشرت دورة نشرت دورة غسيل، وحطيت الدورة التانية. ده كده بقيت الكسوة دي، الكسوة اللي نشفت معايا، لميتها اهو زي ما انتم شايفين. دي بقى طبعا اليوم التاني، انا في يوم يعني شلت كده وكنست من تحتها ومسحت، واليوم التاني فرشت بقى الكسوة. بس المسح بصراحة انا ما جبتوش معاكم، لان انا يعني يعني مش ببان وكده، كان فما صورتوش يعني المسح. طبعا يعني المسح حاجة بسيطة، فمش لازم اصوره معاكم. خلاص كده بقى بعد ما لميت الكسوة هبدأ بقى افرشها، بس بدي بقى تنفيضة كده محترمة للانتريه. همسحه برضو كده. بصراحة كسوة الانتريه دي بتحافظ جدا 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 على الانتريه. بصراحة لو ما عندكيش كسوة، انصحك تعملي كسوة الانتريه او الركنة او الصالون اللي عندك. انا بصراحة انا حابة شكل الانتريه عندي، بس يعني انا بشيل الكسوة دي في الاعياد قبل العيد كده، تنظيفات العيد انا بشيل، لان شكل الانتريه ما شاء الله شكله جميل وحلو، والكسوة طبعا يعني مش بتخليه ليه ملامح. بس الكسوة دي بس بتحافظ على عمر الحاجة عندك وما بتبهدلهاش. طبعا لو عندك اطفال، يعني انصحك تعملي الكسوة. انا لسه ما عنديش اطفال، فربنا يرزقني ويرزق كل مشتاق يا رب. فتلاقي الحاجة عندي كمان مش متبهدلة. امال لو انت عندك اطفال طبعا لازم الكسوة. وقبل دخلت اي اعياد بقى او رمضان او اي حاجة، شيلي الكسوة يا ستي كده عشان تفرحي بحاجتك برضو. خلاص كده بصوا، حسيت كده يعني هتلاحظوا كده معايا، تحسوا كده ان ال الانتريه الكسوة بتاعته كده بقى بيزهي كده، صح؟ اما ما كانش مغسول كده بيبقى لونه مطفي، اما بيتغسل كده بيبقى زاهي كده وبيبان عليه النظافة. انا بصراحة حبيت الكسوة اللي لونها غامق عن الكسوة اللي لونها فاتح، ما تبانش فيها يعني ما يبانش فيها عزكم الله يعني الوساخة او كده. اما الكسوة الفاتحة تتوسخ بسرعة جدا، وهتعوزي على طول تغسليها. فتعب وجهد، حاولي تختاري كسوة لونها غامق معاكي تستحمل كده وقماشها. انا الكسوة دي بصراحة عاملاها بقالي 4 سنين. في دلوقتي الكسوة اللي طالعة جلد المقلوب، انصحك يعني تعمليه، تحفة تحفة. جلد المقلوب احلى طبعا من القماشة دي القماشة دي قماشة عادي، بلاستر عادي. ف هي كويسة وحلوة وكل حاجة، بس الجلد المقلوب في اشكال والوانها ويعني وشيك جدا يعني عن الكسوة دي. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله يعني ممكن اغير برضو الكسوة دي واجيب الكسوة اللي بجلد المقلوب ان شاء الله. الخداديات دي برضو كانت اتصفتت معايا كده عندي في سنة، كنت انا منزلة فيديو، كنت فكيت كل الخداديات دي و حشيتها فايبر. لو عندك برضو كده المخدات عندك بتاع الانتريه عندك، اللي هي الكوشن دي، اي كوشن عندك تلاقي صفت كده او حاجة،
هاتي اشتري اي 2 كيلو فايبر، 3 كيلو فايبر من اي مكان عندك بيبيع الفايبر او كده، وفكيهم. بيتفك عادي سهل جدا، بتفكي الخياطة وتحشي طبعا الكوشن تاني وبتخيطي على طول، ما هوش يعني مش صعب خالص خالص يعني. وبرضو نصايح برضو هقولها لك، وانت بتعملي الكسوة لازم تعمليها بسوستة. في ناس ما بتعملش الكسوة دي بسوستة. السوستة حلوة جدا، بتسهل عليكي. وطبعا قولي للراجل وهو بيعملها لك يعملها لك يعني يثبت عليها. وانتي اما بتيجي تغسلي، انا كنت مصوره والله الحته دي بس ما جاتش في التصوير. اما تيجي تغسليها في الغساله بتقفلي السوست بتاع الكوشن وبتاع الشلت بتاع الانتريه، بتقفلي السوست. نصيحة يعني اقفليها وانتي بتغسلي، ما تفتحهاش عشان الغسالة ما تقطعلكيش السوستة. ممكن مثلا يعني يعمل مثلا صدى لو نوع السوستة بتاعك نوعها مثلا مش كويس. فاحسن حاجة انك تقفلي السوستة وانتي بتغسلي الكسوة، مش هيجرى لها اي حاجه. انا ما شاء الله عندي الان الكسوه دي بقى لها 4 5 سنين وتحفه جدا جدا، وما بيحصلهاش اي حاجه، والسوسته ما شاء الله ما اتفسختش ولا اي حاجه. دي برضك الكنبه اللي جنبها، كل كنبه بنفضها كويس جدا، وبمسك القماشه كده وامسح الخشب بتاعها. طبعا الخشب نضيف برضو لان الكسوة مغطياه، فالخشب بتاعه نضيف مفهوش اي حاجة خالص. انا بقى لميت الستاير في الوقت ده. طبعا انا كنت عاملاه معاكم اول الفيديو، والستاير لميتها بس يعني مرضتش افرشها، قلت كده هفرشها على دخول الشتاء. انا ان شاء الله باذن الله هنزل فيديو جديد. يعني انا حاسه الجو دلوقتي برد بس مش البرد اللي هو. فانا ببدا بقى كده اول ما الدنيا تبدا بقى السقعه كده والشتاء يدخل، ببدا بقى كده افرش السجاجيد وبفرش الستاير. فانا الستاير انا لميتها وعينتها، المهم ما علقتهاش، قلت هعلقها مع السجاجيد باذن الله. لما اجي افرش السجاجيد هعلق الستاير، ويبقى انا كده كله مع بعض. زي ما انتم شايفين الستاير هناك على الكنبه ما فرشتهاش، قلت بقى باذن الله افرشها، هبقى اعلقها وانا بعمل السجاجيد. وده كده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون فيديو عجبكم، والسلام عليكم.